تخيل تكون سايق بسرعة 160 كيلومتر في الساعة وتكتشف ان الطوموبيل ما بقاتش باغا توقف. شنو ما درتي؟ هادشي اللي وقع لهاد العائله. وما تنساش لايك والاشتراك في القناه. ويا الله نبداو. كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد الراجل سميتو طوم. هو فاق مخلوع مع 6:15 ديال الصباح على صوت لالاغم اللي فيقاتو باش يمشي للرحله هو وعائلته. طوم مشى عند مراتو جوليا اللي كانت حامله، فيقها وطلب منها تنوض بالزربه باش يشدوا الطريق قبل ما تعمر، ولكن هي صبحات عيانه وما قدرتش تنوض، فقالت له انها حلمات راسها كتجبد التجاعيد ديال وجهها بالمصلوح، ومن بعد ولدات البيبي بخير وعلى خير. طوم خلاها مع هاد الاحلام الغريبه ديالها ومشى يفيق ولادو بجوج، نوح ولازون. موراها هبطوا كاملين يفطروا باش يتحركوا. في واحد اللحظه جوليا سمعت الدقان في الباب، فاش فتحات تفاجات ببين وهو بوش. طوم جا عندهم وموجد راسو باش يمشي يخيم معاهم. جوليا ما فهمات والو. فاش سولات طوم علاش جا قال لها راني فايت قلت لك باللي غادي يمشي يخيم معانا هذه 2 سيمانات. هي ما عجبهاش الحال وبين عليها ما عندهاش معبات راجلها وما كتحملو لا هي ولا بنتها لازون. المهم واخا هكاك هبطوا لي فاليز للطوموبيل. في الاخر بقات ليهم وحده خلوها البين يهبطها معاه. هو كيف ما ديما كيتصرف تصرفات ديال دراري صغار، بلا ما يفكر هز الفاليز ورماها من الفوق الدروج حتى للسفلي، لدرجه انهم قفزوا بالخلعه من الصوت ديالها مع الارض. هادشي غير ما زاد عصب جوليا اللي ما كتحملش التصرفات ديال بين، فقالت لراجلها انا ما بغيتوش يمشي معانا وخايفه يدير لينا شي مصيبه، حيت هو انسان متهور كيتصرف بلا ما يفكر وما كيتسوق لحتى واحد. طوم قال ليها انا جبتو معانا باش يقابل الدراري في البحر وغادي نوصيه يبدل التصرفات ديالو ويدير عقله. جوليا واخا ما اقتنعتش بهاد الهضره ولكن سكتات حيت ما عندها ما دير. المهم ركبوا كاملين في الطوموبيل ديال طوم اللي يلاه اشتراها جديده وفرحان بها. هاد الطوموبيل كتخدم بالذكاء الاصطناعي، ولكن قبل ما يتحركوا الدري نوح قال باه راني نسيت الرمح ديالي في الدار وخاصو يرجع يجيبو ضروري، وبدا كيبكي وما بغاش يمشي معاهم بلا ما يجيب الرمح ديالو. نابين حتى هو قال لطوم باللي بغى يدخل الطواليت قبل ما يشتو الطريق. طوم ما لقى ما يدير، قرر يرجع باه ولدو للدار، ولكن فاش بغى ينزل ما بغاتش الصمطه تفتح ليه بسبب ان الطوموبيل مديماريا. هو خرج راسو من تحت منها ومشى بالزربه. طلع هو وباه للدار. بين دخل الطواليت وفاش كان خارج ضرب البابي جينيك بلا ما يقصد، فطيحو في وسط الطواليت خنقها، ومن الغباء ديالو هز فوطات اخرين سد بيهم الطواليت، حيت صحاب ليه الا دار هكا غادي يحبس الماء باش ما يفيضش وما يبقاش المشكل. ولكن غير خرج من تما الماء عاوتاني رجع كيفيض وكيسيل في الارض. اما طوم مورا مده وهو كيقلب اخيرا لقى الرمح ديال ولدو. تما سمع شي صوت جاي من الصالون. منين مشى لديك الجهه تفاجأ ان باه بين هو اللي كياكل تما، وعلى شويه كان غادي يقتلو كل ما السهم جا في البواطه ديال الماكله. المهم هما رجعوا للطوموبيل باش يشدوا الطريق، ولكن طوم اكتشف باللي الطوموبيل قربت تخوى من المازوت وبقى ليه غير 100 كيلومتر وتوقف. داكشي علاش مشاو لاقرب ستاسيون باش يديروا البلان. تما نزلوا كاملين يشريو الاغراض اللي خاصينهم من الحانوت وخلاو الجد بين هو اللي كيعمر المازوت. في هاد اللحظه وقفات عليه واحد البنت سميتها ميلودي تالفه وقالت ليه انها كانت راكبه مع الكار ديال الرحله، ولكن فاش نزلت مشاو وخلاوها وهي دابا ما عندها لا تليفون ولا حتى نمره ديال شي واحد من صحابها تعيط ليه. بين بقات فيه البنت، اقترح عليها يوصلوها في طريقهم، ولكن وصاها تخبى في الطوموبيل حتى الطريق عاد يعلموا ولدو بيها باش ما يلقى ما يقول. من بعد كمل المسيح ديال الطوموبيل ولكن ما ردش البال وهرس السويقلاص بلا ما يقصد بالزربه. هو لاحو قبل ما يشوفوا ولدو طوم. موراها العائله ركبوا وكملوا طريقهم. طوم فيكس السرعه ديال الطوموبيل في 130 كيلومتر في الساعه باش يبقى غادي وهو مرتاح. تما بين عطاهم اليو اس بي ديالو طلب منهم يديروا الاغاني اللي فيها، ولكن جوليا ما عجبوهاش الاغاني فحيداتو ورداتو ليه. هي قالت ليه هاد الاغاني قدام بزاف وماشي ستيل ديالنا. في ديك اللحظه هو جاوبها وقال ليها يمكن ما عجبوش الولد اللي فكرشك ياك. جوليا بقات مستغربه وما فهماتش كيفاش بين عرف باللي الجاني اللي فكرشها ولد، حيت هي ما قالت لحتى واحد هاد الخبر من غير راجلها طوم. وهنا فهمات باللي طوم راجلها هو اللي قالها لباه وخسر ليها المفاجاه، خصوصا ان بين دابا غادي يكون قالها لكل شيء وما غاديش يخليها عنده. وهما في طريق الطوموبيل بدات كتعطيهم اشاره في الطابلو باللي كاين شي مشكل. طوم بقى سايق وحاول ما
يبينش لمراته، واخا كان باين عليه مبرزط وكيسوق بالزربه، ولكن مرته ما داتش ما جابت حتى اللحظه اللي شافت باللي الطوموبيل كانت غادي تدخل في وحده اخرى قدامهم. توم ما قدرش يقلل السرعه حيت ما عرفش كيفاش يوقف الخاصيه ديال السرعه اللي فيكسا فيها الطوموبيل من قبل، واخا عيا يحاول يفراني برجليه ويكليكي على البوطون اللي فيكساها منه، ما بغاتش الطوموبيل توقف. وهنا قرر يعلمهم ان الطوموبيل فيها مشكل وما بقاش قادر يتحكم فيها ولا ينقص من السرعه. في هذه اللحظه جوليا جبدات الكتاب ديال الطوموبيل، منين قراتو لقات فيه انك الا قصتي الفران برجليك كيتلغى مثبت السرعه، ولكن توم قال لها من قبيله وانا كنفراني واخا هكاك ما كاين حتى نتيجه. هنا جوليا قرات عليه الطريقه الثانيه، وهو خاصو يبدل الفيتاس ديال الطوموبيل لمستوى اخر. هو فاش بغى يبدلو لقاه مبلوكي. الطوموبيل اصلا عطاتهم ميساج باللي السيستم خسر. البنت ميلودي اللي مخبيه تما غير سمعت هادشي خافت وما قدراتش تبقى ساكته، هي حيدات الحوايج من فوقها وسولات بين شنو واقع. وهنا الدري نوح شافها وقالها لمو. جوليا تقلقات وبدات كتطلب من توم يوقف الطوموبيل دابا وينزلها هي وباه الحمق اللي كيركب معاهم الناس غراب بلا ما يخاف. توم غير مازال تعصب وطلب منهم يسكتوا من الصداع حيت هو دابا ما قادر لا يوقف الطوموبيل ولا حتى يركز في الطريق بسبب الغوات ديالهم. خاصو ضروري يلقى حل لهذا المشكل هو الاول قبل ما توقع شي مصيبه. توم بدا كيدير جميع المحاولات، مره كيفراني مره كيكسيري، ولكن المشكل ان الطوموبيل فاش كيفراني ما كتبغيش توقف، فاش كيكسيري غير ما كتزيد السرعه حتى وصلت ل 160 كيلومتر في الساعه، وحتى فاش كيبغي يسكتها ما كتبغيش. هنا فكر يعيط للتاجر اللي باع عليه الطوموبيل. في ديك اللحظه التاجر كان جالس مع واحد العائله اخرى كيحاول يقنعهم يشريو طوموبيله ثانيه من عنده، وطوم عيط ليه وشرح ليه المشكل وان الطوموبيل خسرات بهم في الطريق وما بقاش قادر يسيطر عليها. ولكن التاجر ما بغاش الكليان اللي قدامه يعرفوا هادشي، فبدا كيحاول يبين باللي الامور كلها مزيانه وبدل الموضوع. ومن بعد قطع على توم هنا ما عرف ما يدير في الوقت اللي هو ومراته كيفكروا كيفاش يوقفوا الطوموبيل قبل ما توقع شي كارثه. البنت ميلودي تخلعات صحاب ليها باللي مسطيين ودايرين هادشي بالعاني باش ينتحروا، وهي بلا ما تردد هزات السهم ديال نوح وهددات به توم باش يوقف الطوموبيل دابا ولا تضربوا به. بين حاول يرد ليها عقلها ولكن هي وجهات ليه السهم وقالت ليه اما تسكت ولا نضربك انت الاول، اصلا انت اللي ركبتيني هنا، انا ما باغا لا نموت لا ننتحر معاكم. تما بين غفلها وخطف ليها السهم من ايديها، ولكن فاش بغات تقاوم خرج السهم وتضرب في الكرسي ديال توم، وعلى شويه كان غادي تخليه في راسو نيشان. توم حاول ما يركزش مع هادشي اللي واقع وبقى راد بالو غير مع الطوموبيلات اللي قدامه كيحاول يهرب عليهم وحده بوحده. واحد اللحظه دخل في باب ديال الطاكسي كانت واقفه في جنب الطريق وهرسو، ومن بعد داز من حدا جوج ديال البوليس بلا ما يوقف. مول الطاكسي تعصب بزاف وقرر يتبع توم باش يفهم معاه على الباب اللي هرس ليه، وحتى البوليس اللي داز عليهم خداو الماطر وتبعوه بسبب السرعه الكبيره اللي غادي بيها واللي فايته السرعه القانونيه. ديك الساعه توم طلب من باه بين يجي حداه باش يعاونو في هذا المشكل. فعلا رجعت جوليا اللور وخلات بين جلس القدام، تما بدا كيحاول يعرف المشكل فين كاين، لدرجه انه هبط حتى للجهه ديال الكسيراتور باش يعرف واش المشكل منه. في هذا الوقت البوليسي اللي كان تابعهم وصل عليهم بالموتور. توم حاول يشرح ليه باللي ما قادرش يتحكم في الطوموبيل، ولكن البوليسي بقوه السرعه والصداع ما سمع والو. جوليا هزات الخريطه اللي عندهم وكتبات ليه فيها باللي محتاجين المساعده. هنا البوليسي فهم الميساج غلط وحساب ليه باللي هما مخطوفين من شي عصابه، حين شاف بنتهم لازون دايره ماسك على وجهها. تما الخريطه اللي كانت في ايديهم طارت بالريح وجات في وجه البوليسي اللي على شويه كان غادي يدير كسيده. هو حيدها بايديه ورماها، فجات عاوتاني فوق الزاج ديال مول الطاكسي اللي اضطر انه يحبس باش ينزل يحيدها. وهنا وقفات عليه البوليسيه وطلبات منه الوراق ديال الطاكسي لحقاش عنده مخالفه ديال السوقار بلا باب. تما هو قرر يهرب عليها باش يقدر يلحق على الطوموبيل ديال توم اللي هرسات ليه الباب. في هذا الوقت البوليسي مازال تابع توم وهضر مع البوليسيه اللي معاه في الصونفيل وطلب منها تصيفط ليه قوات الدعم باش يوقفوا المجرم اللي هارب. اما بين كان كيحاول يصلح الطوموبيل وكل مره كيجبد منها شي حوايج اللي ما عارفش اصلا لاش صالحين. شويه بانت ليهم البلاكه ديال بياج لوطوروت، وهنا غادي يتصدموا وما عرفوش شنو يديروا في هذه الحصله. ولكن من الزهر البوليسي اخيرا قدر يفهم المشكل اللي هما فيه وباللي توم ما قادرش يوقف الطوموبيل. هو قرر يبقى غادي قدامهم كيخوي لهم الطريق، وفي نفس الوقت عيط للستاسيون ديال البياج علمهم بالمشكل اللي واقع وطلب منهم يخويو الطريق باش توم يدوز بلا ما توقع شي كسيده خايبه. الجد بين المسطي كيف العاده خدا الامور بالضحك، هو جبد التليفون ديالو وبدا كيصور داكشي اللي واقع ليهم وكيضحك. المهم العائله بقات ليهم غير 3 كيلومتر ويوصلوا للبياج ديال لوطوروت. المشكل ان الناس اللي خدامين فيه فهموا الميساج بالغلط ديال البوليسي، هما خواو الطريق اللي في الاتجاه الثاني، اما الطريق اللي جاي من
انه توم هما سدوه بالطوموبيلات، وهذا الشيء خلى العائله يتصدموا صدمه ديال حياتهم وعرفوا هذه هي الاخره ليهم وغادي يموتوا كاملين. ولكن توم خدم ذكي، هو قرر يدخل في الحاجز ديال البلاستيك اللي في جنب الطريق، هكا قدر يدوز من الاتجاه اللي خاوي، فاعتق الموقف ونقذ راسو وعائلته من الموت. من بعد رجع لطريقه الاول. في وسط هذا الشيء كامل مور الطاكسي مازال تابع توم وحالف حتى يلحق عليهم. توم مورا ما دازو في دوك الحواجز بان ليه ان البارت بريز ديال الطوموبيل توسخ وخاصو يتغسل. هو طلق الصابون باش يغسلو، ولكن الصدمه انه اكتشف باللي السويغلاس كاع ما كاينه، حيت باه سبق ليه هرسو في ستاسيون اللي وقفوا فيها. هنا توم ما لقى حتى حل من غير انه يخرج راسو من الجنب باش يشوف الطريق. باه بالزربه خرج من الفوق الطوموبيل وفي ايديه زيف مسح به البارت بريز باش يقدر توم يشوف الطريق مزيان. ومن بعد رجع دخل الطوموبيل. بسبب هاد الضغط كامل والاعصاب توم جاه كلاكاج في ذاته وما بقاش قادر يتحرك، وهنا قرر يعطي لباه يسوق في بلاصتو بين ما قدر يرجع لحالته الطبيعيه. فعلا تبادلوا البلايص وتكلف بين بالسوقان. في هاد الوقت توم استغل الفرصه ورجع عيط للتاجر اللي باع ليه الطوموبيل باش يلقى ليه شي حل في هاد المصيبه، ولكن التاجر كان مازال مع نفس العائله وباقي كيقنعهم يشريو من عنده الطوموبيل وكيوريها ليهم من على برا. وهنا غادي يوقع مشكل وتسدات عليهم الطوموبيل فما قدروش يخرجوا منها، حيت اصلا هاد الماركه عيانه كلها ديفويات ومشاكل. المهم هادشي خلى التاجر يتقلق وعاوتاني قطع الخط في وجه توم. واحد شويه البنت لازون شافت نحله في وسط الطوموبيل، هي خافت وبدات كتغوت. هاد اللحظه كلشي تبرزط وبداو كيحاولوا يقتلوا النحله. من بعد وقفات قدام توم وبالفقصه حيت الصباط ديالو وضربها بالجهد لدرجه ان ليرباك تفتح في وجهه. من بعد النحله خرجات من الشرجم ومشات نيشان الودن ديال مول الطاكسي دخلات ليها. هو تبرزط وبالتلفه صدق داخل في الطوموبيل اللي قدامه، واخا هكاك ما بغاش يتنازل وهرب ليهم باش يلحق بتوم. كانت الطوموبيل ديالو ولات كلها مخربه بسبب هادشي كامل اللي وقع. اما توم صافي تعصب وما بقاش قادر يصبر، هو بدا كيضرب في الطوموبيل اللي ما بغاش تحبس. من بعد بدا كيقطع كاع السلوكه اللي فيها على امل انه يوصل للسلك ديال السرعه ويقطعه باش توقف. في هاد الوقت جوليا عيط ليها الجار اللي تحت منهم وعلمها ان البارطما ديالو كلها فاضت بالماء بسبب الطواليت ديالهم، وحتى اللوحات اللي كيرسم ليها كلهم خسروا وما بقات فيهم حتى وحده صالحه. هي تما طلبات منه يدير شي حل ويتصرف، حيت هما دابا في الطريق مسافرين وما تقدرش تهضر معاه. توم فاش سمع هاد الهضره شك ان مراته بينها وبين جارهم شي علاقه. هو بلا ما يشعر ناض من بلاصتو خدا ليها التليفون، وهنا سمع جارهم قال ليها اللي محتاج ليها بزاف وبغى يعاود هو وياها داكشي اللي داروه من قبل، حيت كان فرحان معاها وما قدرش يجيب من غيرها. توم فهم ان مراته كتخونو فاش عصب لدرجه انه لاح التليفون في الطريق حتى تهرس. من بعد طلب منها تشرح ليه شنو كان كيقصد جارهم بديك الهضره. هي قالت ليه باللي جارهم كيهضر غير على الطابلوات اللي رسموهم. في هذا الوقت غادي تجيه ابيل من عند السيد اللي باع ليه الطوموبيل، هو علمو ان هذا المشكل ما كاين ليه حتى حل من غير انهم يديروا كاملين الصمته ويتسناو تخوى الطوموبيل من المازوط. تما غادي توقف راسها ولا يديروا شي كسيده، وديك الساعه الصمته غادي تحميهم من الموت. هنا توم زاد فقد الامل فاش عرف باللي حتى الشركه اللي صنعات الطوموبيل ما عندهمش حل لهذا الشيء. الجد بين جرب يورك على الفران مجهد باش تحبس الطوموبيل، ولكن الفران تهرس وطار من بلاصتو. هنا توم هز الفران بالفقصه ورماه من الشرجم ديال الطوموبيل. من الزهر العوج جا في الراس ديال البوليسي فطيحهم فوق الموتور. في هذا الوقت وصل عليهم مول الطاكسي وبدا كيضرب الطوموبيل باش ينتقم منهم. توم ما فهم والو وما عرف شنو يدير. تما تصرف ولدو نوح وجبد السهم ديالو وضرب السهم في الرجل ديال مول الطاكسي باش خلاه يفقد السيطره وخرج على الطريق. استقموا الطاكسي داخل في طوموبيل اخرى كانت واقفه، وهذا الشيء سبب ليه مشكل كبير مع مواليها اللي خرجوه من الطاكسي وشبعوه عصا. المهم الاخبار ديال توم نشرت في جميع القنوات ديال التلفازه وحتى الراديو، هما قالوا للناس ان واحد الطوموبيل غاديه في لوطوروت وما قدر حتى واحد يوقفها. والمصيبه ان في الطريق اللي هما غاديين فيها كاين واحد البلوكاج ديال الطوموبيلات. هذا الشيء قدر يتسبب في كارثه بسبب ان الطوموبيل ماشيه بسرعه خياليه. واحد شويه توم بان ليه البوليسي اللي كان تابعهم بالموتور وصل عليهم عاوتاني، ولكن هاد المره جاب الطوموبيل. هو اقترح يبقى غادي قدام طوموبيلتهم كيف راني باش هكا الطوموبيل تنقص من السرعه ديالها. فعلا داز قدامهم وقلل السرعه حتى ضربات الطوموبيل ديال توم في الطوموبيل ديالو. من بعد بدا كينقص السرعه اكثر وكثر حتى وقف الرويد ديال طوموبيلته في مره وبقات الطوموبيل ديال توم هي اللي دافعه من اللور. فعلا الخطه نجحت واخيرا بدات السرعه ديالها كتنقص، ولكن البوليسي لاحظ ان طوموبيلته ما بقاتش قادره تستحمل السرعه اللي مدفوعه بها، فقرر يطلق الفرن ويبعد على
على الطوموبيل ديال توم قبل ما يخسر الفران ديال الطوموبيل حتى هي وما تبغيش توقف. في هاد اللحظه البوليسيه قالت لجوليا تعطيها الدراري من الشرجم ديال الطوموبيل باش يعتقوهم. فعلا جوليا عطاتها البنت لازون هي الاولى، ومن بعد مدات ليها نوح حتى هو. ولكن فاش وصلت النوبه ديال ميلودي وخرجت من الشرجم بين بعد على الطوموبيل ديال البوليسي، وعلى شويه كانت ميلودي غادي تطيح الارض. من زهر بين رجع تحكم في الطوموبيل وقربها عند الطوموبيل ديال البوليسي، وهكا قدروا ياخذوا البنت ميلودي عندهم وتعتقات. اما جوليا ما قدرتش تمشي عندهم حيت حامله وخافت توقع ليها ولا الجنين شي حاجه، واصلا ما تقدرش تخرج من الشرجم بسبب كرشها الكبيره. هي بقات مع طوم وبين اللي تبادلوا بالبلايص، وطوم هو اللي رجع كيسوق. في واحد اللحظه بانت ليهم هليكوبتر، هما جاو خداو جوليا من السطح ديال الطوموبيل وعتقوها. اما طوم وبين استسلموا وعرفوا باللي ما غاديش يتعتقوا حيت صافي دابا قربوا يوصلوا للطوموبيلات اللي واقفين. ولكن المفاجاه ان الطياره وصلت عندهم وبداو كيحاولوا يهزوا الطوموبيل كامله باش يعتقوا الموقف من الكارثه اللي غادي توقع. المنقذ نزل وربط الطوموبيل مع الحبل اللي مخصينه للوزن الثقيل، وهكا قدروا يهزوها من فوق داك الزحام كامل ديال الطوموبيلات. غير فاتوه الطوموبيل طاحت للارض بسبب الثقل ديالها وتهرست كامله. ولكن طوم وباه بين من ظهرهم بقاو عايشين وما وقع ليهم حتى حاجه. في وسط هاد الفرحه جوليا شدها الحرق ديال الولاده، تما اضطروا يديوها للسبيطار بالزربه. هما مشاو معاها كاملين وبقاو تما حتى ولدات على خير. البيبي تزاد مزيان وحتى البنت ميلودي جات عندهم باش تفرح معاهم وتبارك ليهم. من بعد خرجوا ركبوا كاملين في السانسور. في ديك اللحظه السانسور تبلوكا ووقف بيهم، وهكا تاكدوا باللي عائلتهم منحوسه والمشكل كامل فيهم غير هما. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش لايك والاشتراك في القناه، ويلا باي.